وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله في نفس المسألة لمن يطيع العلماء فيما أخطأوا فيه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا الحديث الصحيح، يتركونه ويذهبون إلى رأي الفقيه، إلى رأي سفيان. والمراد بسفيان من هو؟ سفيان الثوري، الإمام الجليل الورع التقي المفسر المحدث الفقيه الذي شهدت بفضله الأمة. ومع هذا لا نأخذ قوله إذا خالف الدليل. هو معذور لأنه مجتهد، لكن ليس معصوما، يخطئ. لما نحن ما نأخذ قوله لمجرد أنه رأي سفيان ولا رأي أبي بكر وعمر أو رأي أحمد أو رأي مالك أو رأي الشافعي أو رأي أبي حنيفة. لا، نحن نتبع الدليل من الكتاب والسنة. هذا الواجب على المسلم. يذهبون إلى رأي سفيان يعني ويتركون الحديث الذي عرفوا صحته، عرفوا الإسناد وصحته، ثم يخالفونه ويأخذون برأي فقيه. هذا يصاب والعياذ بالله، من تعمد هذا يصاب بالفتنة، أن تصيبهم فتنة. ثم بين رحمه الله ما هي الفتنة، قال: الفتنة الشرك، لأنه أطاعهم في التشريع، أطاعهم في التشريع الذي أخطأوا فيه، مثل قول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم، إذا أطاعوا أبا بكر وعمر وخالفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من أطاع رأي سفيان، وسفيان وغيره من الأئمة يقولون: لا تأخذوا أقوالنا حتى تعرفوا أدلتنا، لا تأخذوا من أقوالنا إلا ما وافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولي عرض الحائط. وقال رضي الله عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيؤخذ ما وافق الدليل. وقال أيضا رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد. هذا كله كلام الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام أحمد سمعتم كلامه. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة إلى قسمين: إما فتنة شهوات كشهوة الزنا وشرب الخمر أو شبهات والعياذ بالله، هذه أشد، هذه تكون في العقيدة. أما الشهوات فتكون في العمل والأخلاق وفسق، تكون فسقا. أما هذه والعياذ بالله هذه في العقيدة، يزيغ الإنسان إذا ارتكبها الإنسان متعمدا، يزيغ. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. الشرك في أي شيء؟ في الطاعة. الشرك في الطاعة. الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ برأي فلان المخالف له، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، وهو فساد القلب. الزيغ فساد القلب، فيهلك والعياذ بالله. فهذا يسبب الزيغ. شوف، اللي يأخذ أقوال العلماء دون دليل
لأنها توافق هواه يصاب بالزيغ. ولهذا يقول العلماء: من تتبع الرخص تزندق. والرخص المراد بها أقوال العلماء. أما الرخص التي شرعها الله كالقصر في الصلاة في السفر، والإفطار في رمضان، والجمع بين الصلاتين، هذه رخص شرعية. لكن الرخص المراد بها اللي يتبعها يتزندق أقوال العلماء المخالفة للدليل. هذا الذي يتزندق لأنه يخرج من الدين والعياذ بالله. ولهذا يقول الشاعر: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين قول فقيه؟ ما يصلح هذا.